عايزة تعملي محشي ورق عنب يطلع معاكي بالجمال ده وما يفكش معاكي خالص. شوفي معايا الفيديو للآخر. عندي هنا ورق العنب، بشيل العقد بتاعه ده بمقص، وبسيب واحدة بس برص عليها بقية الورق بالشكل ده. عشان لما اجي اسلقه ما يفكش من بعضه. بجهز بقى مية تغلي، وبنزل فيها يعني ايه كل لفة بلفتها عشان تطلع معايا مرصوصة. بالشكل ده بحط فيها بس ملح، وبنزل بالورق العنب. طبعا بعمل كل الكمية بنفس الطريقة. وبعد كده بغسله كويس جدا تحت المية. طريقة لفه بقى بجيب الورقة اللي بتبقى ملفوفة على أي إزازة، وبفرد عليها ورق العنب بالشكل ده. تكون العروق اللي هي ظاهرة ناحية فوق. وبحط كم يعني حوالي مثلا نص معلقة كبيرة رز، أو على حسب الورقة. المهم ان انت ما تملهاش قوي، وفي نفس الوقت ما تبقاش كمية صغيرة برضو، عشان تبقى ايه، حجمها كويس. آه، وبتقومي ضغطة، يعني قلب الورقة وضغطها بالشكل ده زي الفيديو بالظبط. الطريقة دي أسهل طريقة للف ورق العنب وهتنجزك جدا. أهم حاجة كمية الرز زي ما قلتلك، خلي بالك. وبتقفلي على الورقة من الجناب. ماشي. حاولي ان انت تركزي في اللقطة اللي انا وريتها لك دي. طبعا بتكوني مجهزة حلة، بتحطي في الأرض ورق عنب كبيرة. وبتضيفي مثلا بصل وجزر متقطع حلقات، وليمون متقطع برضو حلقات، وتكوني شايلة البذر. بيخلي طعم الورق العنب في حتة تانية خالص. جربيه ويعجبك جدا. طبعا بعمل كل الكمية بنفس الطريقة. عشان بقى تعملي خلطة المحشي، عندي هنا فلفل أخضر وبصل الكمية اللي انت تحبيها. بتقطعيهم تقطيعة صغيرة، لا إما بتفرميهم في الكبة. أنا هنا كنت بفرمه في الكبة. فرمت البصل وضفته على الطماطم. الطماطم برضو تكوني لا إما ضربها في الخلاط، لا إما تكوني انت مثلا عندك في الفريزر أو كده. الفلفل هنا برضو كنت قطعته بالشكل ده، وجبت خضرة. بتشكل الخضرة بتاعتك شبات وبقدونس وكزبرة. طبعا بتنقيهم وبعد كده بتغسليهم وتقطعيهم تقطيعة صغيرة. والطماطم بتتسبك، واحنا طبعا ضفنا عليها البصل. بضيف لها بس زيت، وسمنة او قطعة دهن او ليا تكون متسيحة، بتضيفها برضو بتبقى جميلة جدا، بتديله طعم حلو قوي. هنا كنت صفيت الخضرة وضفتها في طبق، وضفت عليها الرز، طبعا مغسول ومتصفي كويس جدا. وهنا برضو نزلت عليها بالفلفل اللي انا كنت مقطعاه، وطبعا كان مغسول قبلها. بتضيفي بقى عليها الصلصة بالتسبيكة بتاعتها. وبضيف لها ملح وفلفل وكمون بس. ده للناس اللي هي مش بتحب تست البهارات في الاكل. لو حابه تضيفي بهارات، في بهارات محشي بتضيفي مثلا منها حاجه بسيطه عشان ما تغيرش طعم المحشي نفسه. وطبعا بتضيفي الملح، وتقلبي كل المكونات دي كلها كويس وتدوقيها، ولو لقيتيها عايزه ملح تاني تضيفي. مش عايزة خلاص. انا هنا طبعا ما كنتش ضفت ليا او دهن والكلام ده، فضفت هنا قطعة زبدة كده، عشان تخليه دسم وكويس، وشوية زيت صغيرين مش كتير قوي. بس وبقلب كل ده، وطبعا بستخدمه في الحشو. بترصي ورق العنب بالشكل ده، او على شكل دايرة في الحلة. انا كنت مستعجلة فرصيته بالشكل ده. بتجهزي بقى شوربة تكون مغلية. هتضيفي لها، عارفة التسبيكة اللي احنا عاملينها للمحشي دي، هنضيف منها مثلا 3 4 معالق كده. هتخلي لونها جميل جدا بالشكل ده. وبتضيفي الشوربة، يعني ايه، لحد يعني قبل الصف الأول تقريبا. وتهز الحلة. وبعد كده هتلاقيها محتاجة تاني، فهتضيفي لها كمان لحد ما تكون وصلت للشكل اللي قدامك ده. ما تزوديش الشوربه ولا تقلليها عن الشكل ده. وتضيفي عليها طبق يكون صيني مثلا، او زي اللي انا مستخدماه ده. وتغطي الحله.
تسيبيها بقى على نار عالية لحد ما تغلي كويس جدًا، يعني تغلي حوالي مثلًا 10 دقايق، ربع ساعة، وتقومي إيه موطية عليها خالص شمعة، حوالي 10 دقايق ماشي، وتوطّي عليها شمعة كده لحد ما يستوي. لو أنتِ مثلًا جيتِ تدوقيه قرب ما يستوي ولقيتيه لسه مش مستوي خالص، طبعًا بتشيلي الطبق وبتحطّي مثلًا كبشة شوربة، كبشتين حسب إيه التسوية معاكِ. أنا هنا كان بعد ما خلاص يعني إيه المَيّة تقريبًا قُربت تنشف، كان محتاج كمان كبشتين شوربة، فزوّدتهم وبرضه غطّيت الطبق والحلة على طول عشان ما يسوَدّش، وسِبته على نار هادية لحد ما استوى. جرّبيه هيعجبِك جدًا. هنا بقى أنا كان عندي كمية ورق عنب بزيادة، فعشان أخزّنها بقى في طريقتين أنا باستخدمهم، لا إمّا طريقة الstretch بالشكل ده وتضغطيه أوي لحد ما تخرّجي منه الهوا، وتحفظيهم على هيئة لفّات كده في كيس ساندوتشات، وتقفليه كويس وتعينيه في الفريزر. لا إمّا في ورق جرايد، باحط مثلًا الكمية اللي أنا هاستخدمها في الأكلة، وبالفّها برضه أبرمها كويس أوي، واحطها في كيس برضه ساندوتشات وباحطها في الفريزر. دول بصراحة الطريقتين اللي إيه، اللي نفعوا معايا، وبيطلع معايا الورق العنب أخضر زي ما هو. خلّي بالِك بس إن الورق اللي هيتخزّن ما يتغسلش، هو بس تلفيه بالطريقة دي وتعينيه على طول. نسيت أقول لِك إن لمّا المحشي ييجي يكون خلاص قُرب إن هو يستوي، ضيفي حتّة سمنة تكوني مسيّحاها على الوش، دي بتدّي له طراوة جميلة جدًا. جرّبيه واكتبي لي رأيِك في التعليقات.